عايز تكسب الناس، بطل تنقيب في العيوب. الناس مش محتاجة حد يوجع، محتاجة حد يفهم ويوجه. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل كل يوم بينا: النقد والتوجيه. ايه الفرق بين النقد اللي يوجع والتوجيه اللي يبني؟ ليه النقد ممكن يكسر ثقة اللي قدامك؟ وازاي نوجه من غير ما نجرح؟ وهنختم بقصة بنيامين فرانكلين اللي غير الناس بحكمة بدل ما يصطدم بيهم. كلمتين وبس. في مثل بيقول لو عايز تجني العسل ما تدس على الخلية. يعني لو عايز تبني علاقات كويسة مع الناس وتكسب محبتهم، ما تكونش دايما ناقد وبتلوم وتوبخ، لأن ببساطة كل واحد في الدنيا دي عنده مشاكله اللي مكفيه. ليه النقد بيكون مؤذي؟ لما تنتقد حد أول حاجة هتحصل إنه هيحط نفسه في وضع دي بدل ما يفكر في كلامك. الإنسان بطبيعته مش بيحب يعترف إنه غلط، ودايما بيلوم الظروف والناس التانية، ونادر جدا ما بيسأل نفسه طب كنت أتصرف إزاي بطريقة أحسن. النقد وأثره النفس. النقد مش بيخلي الشخص يبرر تصرفاته، لكنه كمان بيجرح كبرياء ويقلل إحساسه بقيمته، وده بيخليه يستاء منك بدل ما يسمعك. عشان كده الجيش الألماني عنده قاعدة مهمة جدا: ممنوع الجندي يقدم شكوى أو ينتقد وهو غاضب، لازم يستنى لحد ما يهدى وبعدين يتكلم. تخيلوا بقى لو القانون ده بيتطبق في بيوتنا، كان هيبقى فيه هدوء وسلام أكتر. كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.